أهلا وسهلا بطلابنا الغاليين طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2027. بنواصل مع بعض شرح كتاب المعاصر مادة اللغة الإنجليزية مع مستر محمد بركات. وصلنا مع بعض لحد صفحة 32 وتوقفنا عند الجزئية الخاصة بالديفينيشنز synonyms and antonyms. إن شاء الله هناخد النهاردة السينونيمز والديفينيشنز والانتونيمز، هنشرحها ونعلق عليها ونشوف إيه المطلوب فيها، وهنخلص كل الجداول المتعلقة بالكلمات دي والمضادات والمترادفات، وهنتوقف إن شاء الله عند نهاية الكلمات الخاصة بالسينونيمز والأنتونيمز عشان نديكم فرصة تراجعوهم، بحيث لما نحل في الفيديو القادم الأسئلة يكون عندكم خلفية كويسة عن الكلمات والمصطلحات اللي اتقالت في الفيديو. نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونقول كلمة السر بتاعتنا: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يلا بينا. عندي صفحة 32 جدول التعريفات اللي قدامي ده. أول كلمة معايا administer، خدناها في بداية الليسن إن معناها يعطي الدواء to give medicine or treatment أو العلاج to someone. طيب attention اللي هو الانتباه أو الرعاية. care or notice given to someone or something، رعاية أو انتباه يعطى لشيء أو لشخص، يعني someone or something يعني إيه لشخص أو لشيء. يبقى الانتباه أو الرعاية ده بيعطى لشخص أو لشيء، ممكن تنتبه مع جهاز شغال قدامك أو شخص بيتكلم قدامك وهكذا. So I tell you pay attention، يعني أنا بقول لكم أهو ذاكروا وركزوا معايا وانتبهوا معايا. كلمة buzz ده صوت أزيز. The sound of many people talking or machines working، ده صوت ناس كتيرة بتتكلم كده ودوشة وزحمة وكلام من ده، أو آلات شغالة. chaos فوضى. state of complete confusion and disorder، دي حالة كاملة من الاضطراب اللي هو ايه confusion and disorder، برضو كلمة ايه اضطراب أو فوضى، يعني اضطراب. طبعا يبقى كده نفهم من التعريف ده إن confusion and disorder are antonyms الإيه لكلمة لا عفوا synonyms لكلمة ايه chaos، يعني مرادفات لكلمة chaos. يبقى كلمة confusion and disorder دي مرادفات لكلمة ايه chaos. طب ايه بقى اللي يساوي chaos confusion disorder؟ طب ايه عكس chaos؟ ها حد كده يشغل مخه معايا. يبقى اللي يساوي عكس chaos order او organization او harmony، كل دي كلمات برضو هتيجي معانا لسه في الصفحة القادمة. وعكسها ممكن نقول disorder مرادفها ممكن نقول disorder confusion او disruption. يبقى المرادف اللي هو عاوز معنى الكلمة او ما يساويها، والمضاد اللي هو عاوز عكس الكلمة. وممكن على فكرة يستبدلك كلمة synonym دي بكلمة تانية اللي هي ايه opposite برضو، يعني ايه يعني ضد الكلمة. وممكن يقول لك، يعني دلوقتي احنا قلنا antonyms ممكن يستبدلها بكلمة opposite، antonyms يستبدلها بكلمة ايه opposite اللي هو المضاد. طيب ممكن يقول لك this word can be replaced by، يعني الكلمة دي ممكن نستبدلها بإيه؟ يبقى هنا في الحالة دي هو عايز السينونيم، لأنه بيقول لك نستبدلها بإيه؟ يبقى أنت هتستبدلها بكلمة شبيهة ليها. طيب نرجع للكلمات الخاصة بينا. كلمة chest الصدر، the front part of the body between the neck and the stomach اللي هي المعدة، يبقى الجزء اللي هو الأمامي بين الرقبة وبين المعدة اللي هو يقصد بالصدر. collapse اللي هي to fall down suddenly، تقع فجأة كده أو تسقط فجأة، usually because of illness or weakness بسبب المرض أو الضعف. طيب consciousness اللي هي حالة الوعي أو الإدراك، the state of being awake and aware of what is happening around you، يعني تبقى واعي كده ومدرك، واعي ومدرك للي بيحصل حواليه. وخلي بالك الصفة منها طبعا conscious اللي هو الشخص الواعي نفسه، انما بنزود لها نس دي suffix بتدينا النون من الكلمه يبقى الوعي او الادراك. طيب نخش على الكلمه الكبيره بقى بتاعتنا واللي سهله في نفس الوقت، هي كبيره وسهله. كلمه CPR يعني ايه؟ يعني الانعاش القلبي الرئوي، الانعاش القلبي الرئوي اللي هو CPR cardio pulmonary resuscitation، ده عباره عن ايه؟ an emergency procedure إجراء طوارئ that uses chest compressions to help someone whose heart has stopped،
ان انت يعني بتستخدم هذه التقنية او بتستخدم هذه العملية عشان تساعد شخص توقف قلبه عن النبض. طيب كلمة grab to take or hold something quickly and strongly. كلمة جراب اللي هي امسك بشدة، ان انت تمسك حاجة بسرعة وبقوة. وعلى فكرة بتساوي كلمة برضو جاية معانا اسمها clutch. طيب heart breaking ده اللي هو شيء محزن يعني. طيب a very sad or upsetting محزن جدا. paramedics medical professionals who give emergency care and take people to hospital by ambulance. يبقى دول ناس يعني محترفين في المجال العلاجي او الطبي، بيدوا يعني اجراءات طوارئ كده للشخص اللي محتاج الرعايه طبعا، وعلى ما ياخدوه المستشفى عن طريق سياره الاسعاف. طيب ننتقل الى الجدول المقابل في الصفحه اللي بعدها. معايا كلمه pulse، الكلمه المشهوره السهله الجميله the regular beating، النبض المنتظم. يبقى regular beating يعني نبض منتظم of the heart that you can feel on your wrist or neck. ده نبض منتظم انت ممكن تحس بيه على ايه؟ ممكن تحس بيه في منطقة الريست عندك، او في منطقة ايه برضو، او في منطقة الرقبة. الريست اللي هو المعصم او الساعد اليد، الشرايين والاوردة اللي بتكون بعد كف ايدك دي، او الرقبة. rewarding giving a feeling of satisfaction، يعني يديك شعور بالرضا. or pleasure because you helped someone or achieved something good. طبعا الشعور بالرضا ده بيجي لك عن طريق ان انت اما انك تساعد شخص، او انك تحقق او تنجز شيء انت بتحبه. ده بيرفع الدوبامين في الدماغ، فبيديك شعور بالرضا والسعادة. رولر كوستر اي حاجة هتلاقي فيها ups and downs او تقلبات مزاجية، يبقى دي هتخش فيها كلمة رولر كوستر. وقلنا ان المعنى الاصلي بتاعتها اللي هو يعني ايه قطار الملاهي اللي بيطلع وينزل ده. طيب ده عبارة عن ايه؟ a situation or experience، موقف او تجربة with many ups and downs often emotional، وغالبا بتكون عاطفية. يعني لو حتى شخص ممكن ساعات بتلاقيه سعيد وساعات تلاقيه حزين، فده ممكن يسمي التجربة اللي هو بيمر بيها او الحالة دي رولر كوستر. shift a set period of time that the person works، ده وقت او مدة زمنية الشخص بيشتغل فيها طبعا especially in hospitals or factories او المصانع، اللي هي ايه نوبة او وردية عمل يعني. طيب بعد كده كلمة victim a person who has been hurt killed or affected by something bad like an accident or crime. ده شخص طبعا يعني قتل او اوذي، ربنا يعافينا واياكم، او تم التأثير عليه بشكل او بشيء سيء زي حادثة او جريمة. طيب ندخل على جداول السينونيمز والانتونيمز. هي محتاجة تركيز على فكرة، لان كل كلمة معايا من السينونيمز والانتونيمز ليها حاجات بتساويها او حاجات ضدها، فبالتالي بيجيب لي حوالي 3 أو 4 أو 5 كلمات قصاد كل كلمة. وطبعا ما شاء الله يعني الاسئله بتاعتها يعني موجوده في كل امتحان، فلذلك ما ينفعش ان احنا نهملها او اننا نقتصر على الكلمه اللي في المنهج بس. انت دلوقتي طالب ثانويه عامه، فبالتالي المجال او السورس مفتوح ان انت مش هتتقيد بالمنهج، لا هو بيعامل اللغه الانجليزيه معاك انها ماده تراكميه، فبالتالي دي لغه، واللغه انا مش هقدر اتقيد معاك فيها بمجموعه مفردات. هيكون التركيز طبعا على مفردات المنهج، ولكن مش هتقدر تلومه اذا جاب لك كلمات او مفردات غريبه عليك، خصوصا ان هو بيعاملك معامله فهم مش حفظ. غير ان انت عندك كمان اسئله القطعه قطعتين، وعندك اسئله الترجمه، فامتحانك كله بنسبه كبيره معتمد على وجود المفردات. فنركز مع بعض كده، وبسم الله الرحمن الرحيم نواصل السينونيمز والانتونيمز اللي معانا. تمام، انا عندي هنا اول كلمه administer اللي هي يعطي الدواء زي ما قلنا، بتساوي give، خلاص يبقى يعطي. apply، provide. كل كلمه من دول على فكره يا جماعه ليها كلمات ليها يعني معاني كتير باللغه العربيه، ولكن طبعا احد معانيها اللي هو بيذكره قدام الكلمه الاصليه اللي عندك في الوحده dispense برضه. طيب chaos، disorder، confusion، disruption. collapse، طبعا كل الكلمات دي بتساوي الكلمه دي في المعنى او قريبه منها على الاقل، او يمكن استبدالها بيها. collapse، fall down، faint، pass out. consciousness، الوعي او الادراك، بيساوي awareness طبعا. alertness، wakefulness، responsiveness.
جراب قلنا بتساوي سيز، ومن شويه قلنا كلاتش دي، ومعانا برضو سناتش. طيب عندي هارت بريكنج مؤلم او محزن بتساوي distressing tragic upsetting painful. طيب عندي كيك اوف قلنا معناها يبدا، ممكن يبدا مشروع، يبدا يومه، يبدا تجربته، تمشي معايا في حاجات كتير جدا. start begin launch. بعد كده معايا برضو هنا كلمه جديده برضو معايا اسمها initiate ومعايا كلمه اسمها commence، برضو كل ده بمعنى يبدا او البدء يعني. بعد كده البولس اللي هو النبض بتساوي heart beat او بيت لوحدها برضو بتساوي كلمه النبض. بعد كده معايا كلمه rewarding اللي هي مرضي او مجزي بتساوي fulfilling. بعد كده satisfying. بعد كده worthwhile يعني مستحق او جدير به او مجزي او مرضي، كل دي كلمات مظبوطه. بعد كده معايا كلمه ضحيه اللي هي كلمه ايه victim بتساوي casualty يعني ضحيه. الكلمه دي برضو بتتكرر معايا كتير جدا. نخش على اخر جدول معايا النهارده اللي هو جدول الانتونيمز. عندي كلمه المضادات يعني قلنا برضو بتساوي كلمه ايه opposite، يعني يا اما يجيب لي دي يا اما يجيب لي دي، مفيش اي شيء يدعو للعجب. الكلام مفتوح معانا واللغه ممتده، وربنا ان شاء الله هيوفقكم باذن الله، وانا عندي يقين ان ربنا هيوفق كل انسان بيحاول وبيجتهد قدر امكانياته المتاحه وقدر الطاقه بتاعته. طيب عندي هنا attention عكسها distraction. كلمه distract لوحدها انك تشتت حد او تصرف تركيزه، فdistraction اللي هو التشتت. و inattention عكس كلمة attention، زودنا لها بس in في الأول، سهلة اهي افتكرها بيها. وعندك disregard يعني يتغاضى عن، يعني واخد باله، يعمل نفسه يعني مش واخد باله كده. chaos اللي هي الفوضى، قلنا عكسها order النظام أو الترتيب. وعندك طبعا كان بيجي لك سؤال كده يقول لك ايه put these words into order في الابتدائي وفي الإعدادي، يعني اللي هو رتب الكلمات. فالترتيب اللي هو ايه order organization harmony. collapse ينهار أو يتهاوى، عكسها رايز يعني يرتفع كده وينهض، او ريكفر اللي هو يتعافى. consciousness الوعي او الادراك، يبقى عكسها ان، هنحط بس ان في الاول يبقى unconsciousness. كوما insensibility، وكلمه كوما دي من الكلمات اللذيذه والمشهوره برضو على فكره، وهتيجي معانا في الاسئله. grab بتساوي او عكسها عفوا release let go drop، وبتساوي قلنا فوق بتساوي فوق ايه clutch، وقلنا كمان بتساوي كلمه seize او snatch. طيب heart breaking عكسها heart warming، حاجة كده مؤلمة أو محزنة، يبقى حاجة كده بتدفي القلب كده وتفرحه. heart warming comforting يعني مريح. kick off يبدأ أو يستهل، عكسها end finish conclude stop. conclude طبعا غير include، عندك كلمة اسمها include اللي هي يضمن أو يشتمل أو يحتوي على، لا دي conclude. وعلى فكرة conclude برضو بمعنى يستنتج، فيجي أسئلة يقول لك conclusion اللي هو الاستنتاج يعني. rewarding مرضي أو مجزي، عكسها unrewarding disappointing fruitless يعني لا يثمر أو عقيم يعني أو غير مجدي. فإحنا النهاردة خدنا معانا كمية كلمات كويسة جدا، محتاجة منك بس شوية مذاكرة كده يا بطل. وطلبتنا الكرام المحترمين يتابعوا بس معانا، احنا مش بنزود الكم بحيث ان احنا يعني ايه نقدر ان احنا نتابع مع بعض في الفيديوهات على طول، وبحيث ان احنا كل فيديو نتفرج عليه او نشاهده او نذاكره نكون مخلصين الجزئيه اللي خدناها قبل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه خير الاعمال او احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فاحنا بناخد كميه مناسبه جيده تناسب وقت الطالب، تناسب جميع المستويات، وبنحل عليها، وان شاء الله يعني تباعا هنلاقي نفسنا قطعنا شوط كويس جدا. وطول ما احنا بنتابع اول باول باذن الله ربنا هيوفقنا ومش هيخذلنا ان شاء الله. مستنيينكم في الفيديو القادم. اي سؤال او اي اقتراحات لكم في اي حاجه معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.